هو الطب النفسي هو اللي اختارني مش انا ما كنتش بفكر اصلا في الطب النفسي ده خالص وانا في كليه الطب. ازاي بقى؟ انا كنت عايز اخصص رمد عيون. حلو. خلاص كمان تخصصات والفتره في الامتياز اللي اشتغلت فيها في العيون كنت عايز اشتغل خلاص. المهم في حاجه اسمها عندنا التكليف بعد ما بنخلص سنه الامتياز، والتكليف ده ممكن يبقى في منطقه بعيده يعني بتاع. فهو في الوقت ده بسبب النقص الكبير في الاطباء النفسيين قالوا والله اللي عايز يروح يشتغل في مستشفى نفسي ممكن يروح يشتغل فيها. فكانوا فاتحين باب، فانا رحت فيها على اساس هقعد فيها 2 4 شهور 6 شهور وبعد كده هاخد التخصص بتاعي. فهي جت كومبليتلي صدفه. وانس ان بدات بقى فيها خلاص قلت لا لازم بقى هبدا اشتغل وابدا اقرا شويه ومش عارف ايه، مسكت فيها خلاص. سبحان الله. يعني انت حضرتك هو ربنا اللي وجهك. ايوه ما الكلام ده كان سنه اخترتهاش. كام؟ سنه 98. كان عدد الاطباء النفسيين في مصر 1000.